تعالوا نعمل مع بعض النهاردة القرنبيط الكنتاكي المقرمش التحفة الهش من جوه. خلطة مظبوطة مية مية، مش عايزة اقولك بجد وصفة تحفة ورائعة. شايفين جوه هشة ازاي؟ شايفين لونه تحفة ازاي؟ ولا القرمشة فظيعة؟ ودي كان بطاطس معايا بانيه، مش عايزه اقول لك بطاطس مسلوقه وعملتها بنفس خلطه القرنبيط، حاجه كده حكايه. ولا صوت القرمشه بجد تحفه وما بيشربش ولا نقطه زيت منك. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف طريقتنا ايه. اول حاجه انا جبت القرنبيط ومعايا هنا قطعته بالمنظر ده وغسلته الاول، وبعد كده حطيت حله على النار وهحط فيها، هنزل فيها ايه، برشه بسيطه من الكمون ومعلقه صغيره من الملح كده، ومع نص معلقه صغيره من السكر، بتدي تسكيره للقرنبيط حلوه جدا. وهدي كمان معايا معلقتين يعني فنجان صغير من اللبن. خلي بالك في المرحله دي بقى عشان توعيه ووطي عليه النار عشان كان هيفور بالمنظر ده زي ما انتم شايفين. حبيت برضو احط لكم المقطع ده. اول ما الميه تغلي معانا بالمنظر ده، طب في ايه فايده اللبن؟ اللبن يا جماعه بجد بيمنع ريحه القرنبيط خالص او الكرنب، بيبقى تحفة جدا وبيخلي لك القرنبيط أبيض زي البفتة، بيبقى تحفة جدا بيخليه أبيض كده خالص. معايا بقى في الناحية التانية هسيبه هو هياخد 10 دقايق على النار سليق. جبت معايا هنا في طبق معايا هنا مية ساقعة متلجة، أو يفضل إن أنت لو حطيتي تلج. أنا كنت عندي مية ساقعة، ضفت ميه ساقعه عشان لما القرنبيط اول ما يستوي شوفي العرق بتاعه، لو العرق بتاعه يعني نص سوا كده عشان برضو ما يبقاش ايه، بيبقى فيه سنه قرمشه كده بسيطه، بيبقى حلو جدا. هطلعه معايا من الميه المغليه، هنزله على طول على الميه الساقعه، وبعد كده شطفته وحطيته في المصفيه يتصفى. تعالوا بقى نعمل خلطه القرنبيط التحفه جدا. نزلت معايا ببيضتين، هتقولي ورشه فلفل اسود واضربهم كده مع بعض. في ناس بتعمله من غير بيض خالص، مفيش مشكله، تمام. بس انا معاكم ان احنا البيض يا جماعه بجد بيبقى فيه قيمه غذائيه لاولادنا. ما فرقتش خالص من بيضتين، يعني مش هنحط 5 بيضات ولا حاجه، توفيرا واقتصاديا. ولكن انا استخدمت بيضتين بس. يعني بصراحه البيض يعني برضو بيدي غناوه للخلطه، وغير كده ان هو بيديني قيمه غذائيه. نزلت كمان معايا بكوبايه من الميه الساقعه، كوبايه من الميه، ميه عاديه من الحنفيه، ضربتهم كده كويس مع بعض، وبعد كده هنزل بنص كوبايه من الدقيق، واديت 3 معالق كبار من النشا او معلقتين كبار من النشا. النشا طبعا بيساعدوا على القرمشه جدا. وهنزل بقى 4 فصوص من الثوم المفروم، واديت بقى التوابل بتاعتنا، نزلت بنص معلقه صغيره من الكمون، نص معلقه صغيره من الكزبره، اديت ملح، وكمان اديت رشه بسيطه من الكركم بيديله لون تحفه زي ما انتم شايفينه كده في اول الفيديو، رشه بسيطه جدا من الفلفل الاسود، وكمان اديت معلقه صغيره من السكر، جربيها وهتدعي لي. وكمان اديت معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه صغيره من البيكنج باودر. ده الخليط السائل عندي، انا عايزاه يوصل معايا للخليط ده اللي هو زي خليط البانكيك، لا خفيف قوي ولا تقيل قوي. بصي خلي بالك لو الخليط ده تقيل معاكي القرنبيط معاكي من جوه هيبقى معجن. بصوا انا عملت هنا على ظهر الاسباتيولا خط كده، ما لموش على بعض كده، العجينه معاكي زي الفل قوي. اديت كمان كان عندي خضره متقطعه، شبت، بقدونس، كزبره، حطيت شويه منهم في الخلطه. بس الخلطه دي لو تقيله القرنبيط هيعجن معاكي من جوه ومش هيستوي كويس. ولكن لا سايله قوي عشان ما تاخدهاش وتنزل، ما يبقاش مملح كده وتحديقتها حلوه، ولا خفيف ولا تقيله قوي. يبقى هو الخليط اللي انتوا شايفينه قدامكم ده المظبوط جدا. تعالوا بقى نعمل مع بعض الخلطه الجافه. نزلت بكوبايتين من الدقيق، ونزلت بكيس صغير من النشا اللي هو بما يعادل 3 معالق كبار من النشا، رشه بسيطه من الملح، واديت شويه كركم، وبرده نص معلقه صغيره كده من البيكنج باودر. البيكنج باودر هنا اللي هيديني الهشاشه، وانه يبقى هش ويبقى خفيف، وزنه خفيف. النشا بيساعدني على القرمشه، بيخليه مقرمش وتحفه جدا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ جبنا الخلطه معانا اهو، زي ما احنا شايفين الخليط القوام بتاعها حلو ازاي، مظبوط. هنزل بقى بالقرنبيط في الخلطه السايله. عايزه اقول لك انت ممكن تستغني عن الخلطه اللي هي التانية الجافه، ولكن انا ما انصحكيش، هو ده اللي هيطلع لك ان القرمشه بتاعت القرنبيط، وان ما يشربش زيت، وكمان ما يفضلش يعمل رغاوي كتير في الزيت، ما يعملكيش رغاوي كتير وما نبقاش شايفين القرنبيط عامل ازاي. الطريقه دي تحفه جدا بصراحه. خدت من الخليط السائل وبطراطيف صوابعك كده بقى بتقلبي القرنبيط، بحيث زي ما بنقلب كده الفراخ بتاعت كنتاكي اللي بنعملها بالبيت في البيت، بطراطيف صوابعك كده بتقلبي زي ما انت شايفه بالمنظر ده. ما تعجنهوش ولكن بطراطيف صوابعك. بنسيبه على جنب، ما بعملش الكميه كلها يا بنات، انا بعمل طاسه طاسه، يعني بعمل على قد طاسه في زيت غزير معايا. الزيت مهم جدا بجد، على نار متوسطه، لا واطيه قوي ولا عاليه قوي.
وما يستويش من جوه، لا على نار متوسطه، ما تقلبيش خالص. اول ما يبدا تلاقي لونه لون بالمنظر ده، ابتديت اتدخل واحط الشوكه واقلبه. شايفين اللون تحفه ازاي؟ شايفين القرمشه؟ شايفين التجعيدات كده اللي فيه تحفه. مش عايزه اقول لك، هطلعه بقى معايا هنا على مناديل مطبخ عادي جدا، مش على بصفه ولا حاجه، وبجد اقسم بالله بيطلع مقرمش وتحفه. مش عايزه اقول لك على الجمال، بجد خطير من الاخر. وهو معانا كده بالمنظر ده زي ما احنا شايفين. ما رضيتش اطول عليكم الفيديو، عملت بطاطس نص سلقه كده مدوره حلقات، وانا سلقتها نص سلقه وعملتها في عجينه القرنبيط الخلطه بتاعتي، وبعد كده قليتها بتبقى تحفه جدا. شايفين القرنبيط دي البطاطس؟ شايفين البطاطس ولا القرنبيط يا جماعه؟ بجد القرنبيط تحفه. شايفين هش من جوه ازاي ومستوي، والطعم حكايه. لايك وشير للفيديو بقى. كنت معايا ابتسام الجبال.